ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي. النهارده معاكم في الحاجه بتاع في المطبخ 2. هنعمل معاكم مفاجاه وهنوريها لكم في نهايه الفيديو. يلا بينا. ومش مكلفه وكل حاجه متوفره من عندنا في البيت. ممكن تكون مكلفه بس علشان احنا هنشتري علبه زبادي بس. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما ننساش لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجه بتاعها. يلا. هنحط كوبايه الدقيق وعليها البيكنج باودر وعليها رشة بسيطة من الملح. ادي رشة الملح. هنحط بقى كوباية الزبادي. هنعجن المكونات دي كلها مع بعض. احنا مش هنحط اي مواد سايلة، احنا هنعجن بالزبادي بس. لمينا كله كده بالمعلقة. هنعجن بقى بايدينا. هنعجن بايدينا لحد ما العجينة تلم. العجينة لمت معانا بالشكل ده. هنحط معلقة الزبدة الكبيرة. هنعجن بقى تاني العجينة بتاعتنا. هتفك مننا واحنا بنعجن العجينة الزبدة بقى. هنرجع برضو نفضل نستمر في العجينة. العجينة بتاعتنا بعد ما خلصت بالشكل ده كده هنحطها بقى في الطبق بتاعنا. هنحطها في الطبق ترتاح لمدة 10 دقايق. العجينة بتاعتنا بعد ما ارتاحت هنرش على المفرش بتاعنا كده بتاع العجين، فرد العجين ده حتة عجينة كده، حتة دقيق سوري يا جماعة. بصوا فردناها بالشكل ده كده يا حبايبي، شايفين؟ عندنا بقى تالية مصدعانة. هنقطعها بقى معاكم بالشكل. بقت بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هنجيب قطعة شوكولاتة اهي ونلف بقى اهي بالشكل ده كده. نجيب الشوكولاتة كده اهي اهي. بصوا شايفين اهي اهي. بصوا شايفين بالشكل ده كده. هنحط حتة شوكولاتة كده اهو. بص اوريك واحدة كمان اهي بالشكل ده كده ونضمها كده ونلف كده اهو 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 اهو. شايفين بقى شكلها ازاي؟ كمية بنفس. هنلف كل الكمية بنفس الشكل. تصورتي النظام. خلصنا الكمية بتاعتنا بالشكل ده. هنقلي بقى في الزيت. ده زيت سخن هننزل فيه بالباتيه بتاعنا بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. هنقلب بقى على الوش التاني. بعد ما قليناه بالشكل كده ده يا حبايبي، شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا من جوه. بصوا بصوا شايفين مورقه ازاي؟ بصوا اهي. بصوا جميله جدا. ما ننساش بقى لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجه بتاعها.